واحد برك سيبو زيد طبقا لتعليمات السيد الوزير الفلاحه والتنميه والسد البحري المتعلق بتفريغ منتج البطاطا المخزونه في غرف التبريد مؤسسه السيد كعواش عبد الوهاب التي تقع في الكوس ولايه الطرف. اليوم شرعنا في تفريغ الغرف التبريد لمادة البطاطا، والتي تتباع مباشرة من تجار المتنقلين إلى المستهلك بسعر 75 دينار. ولذلك شرعنا في تفريغ والبيع البطاطا هذه المادة، لأن سعر البطاطا في سوق الولاية ارتفع حتى إلى 140 دينار جزائري. بسم الله الرحمن الرحيم. ساسي العبدلية رئيس الغرفة الفلاحية لولاية الطرف. أولا رمضان كريم للجميع، تنفيذا لتعليمات السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية وكذلك رئيس اللجنة الولائية السيد ولي الولاية. اليوم تشرف اللجنة المشرفة على عملية تفريغ وإخراج حصة من البطاطا الموجهة للاستهلاك والمقدرة ب 155 طن، موجهة إلى ساكنة ولاية الطرف فقط، وهذا لكسر الأسعار وكذلك ضبطها. وهذا حتى يكون، ونحن في أواخر شهر فضيل، حتى يكون المواطن الكريم في أريحية من أمره. نظرا لارتفاع سعر منتوج البطاطا على مستوى السوق المحلي والوطني، وبالتنسيق مع المصالح الفلاحية وتحت إشراف السيد ولاية الطرف، قمنا اليوم باتخاذ قرار فتح غرفة تبريد لتخزين هذه المادة بكمية مقدرة ب 155 طن من هذه المنتوج، وهذا من أجل ضخه على مستوى السوق المحلي لتموين السوق، وكذا الحفاظ على السعر أو القدرة الشرائية للمواطن.